مساء الخير عليكم. تعالوا نعمل مع بعض وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا بالفراخ، ان شاء الله هتعجبكم. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة لو انتوا مش مشتركين، وخشوا على القناة بتاعتي لفوا لفة فيها كده، هتلاقوا وصفات كتيرة هتعجبكم وروتينات جديدة ان شاء الله كتيرة هتعجبكم. ولو عجبتكم اعملوا لي عليها لايك. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، بس مش زي اي صينية بطاطس بالفراخ، بتركاية كده هتحول الطعم لحتة تانية خالص. فخليكي متابعة معايا الوصفة وان شاء الله هتعجبك وهتنفذيها، وهتيجي تكتبي لي هنا ان الوصفة حلوة جدا. ان معايا بطاطس على قد ما على قد ما انت عايزة بطاطس قطعي بطاطس، عايزة تحطي بسلة، عايزة تحطي اي نوع خضار معاكي في الوصفة بتاعتك حطي، بس دي اسمها صينية بطاطس فانا هكتفي بايه؟ بالبطاطس. جبت الفراخ بتاعتي شرحتها كده بالطريقه اللي شايفينها كده بالسكين، عشان خاطر انا مش هبيتها في التتبيله، انا هسويها على طول فتشرب من التتبيله كويس وتبقى معايا زي الفل وطريه وجميله. فخلاص شرحت الفراخ بتاعتي، هعمل بقى التتبيله بتاعتي اللي انا هتبل بيها الفراخ، ان شاء الله هتعجبك وسهله من غير بصوا. هي خلاص خلصت الطبق ده وخلصت. والله العظيم معايا بصل متقطع مكعبات، معايا شويه كزبره خضر اسفه متقطعين مكعبات، وقرنين فلفل للريحة، وهيدي برضو معاك تطعيمة خفيفة. وملحي بقى ملح وفلفل وسبع بهارات فقط لا غير. عايزة تستغني عن السبع بهارات استغني. ملح وفلفل وحفاظا على طعم الفراخ وطعم البطاطس. كل ما بتكتري بهارات في الاكل كل ما طعم الاكل اصلا الاساسي بيروح، تحس انت بتاكلي بهارات بس. فاسمعي كلامي المرة دي وحطي ملح وفلفل بس، او زودي عليهم السبع بهارات اللي انا لسه حطاها دي. وخلاص على كده معلقة صغيرة. وخلاص على كده احط عليهم بقى ايه؟ حبة زيت. عندك زيت زيتون حطي، عندك زيت ذرة حطي، زيت تموين عادي حطي اللي عندك حطي. وهبدأ بقى ايه؟ افرك المكونات بتاعتي دي كلها مع بعضها، هدعكهم كلهم مع بعضهم بحيث انزل المية بتاعت البصل. شفتوا بقى؟ كنت هنسى التركية اللي هتقلب لك الطعم في حتة تانية، هو دبس الرمان. جربوا يا جماعة دبس الرمان مع الفراخ، خطير 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 بطريقة مش طبيعية، بيخلي لك الطعم. بصوا، انا مدمناه، كل ما اعمل فراخ لازم بحط عليها دبس رمان، بجد فظيع. حط دبس رمان على التتبيله بتاعتك وجربي كده وقولي لي رايك ايه، مش هتندمي ابدا. وجبت الفراخ بتاعي وهعمل لها بقى مساج بالتتبيله دي، وهفرك على قد ما اقدر وادخل في الفتحات اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده عشان تتشرب من التتبيله اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى على النبي يا جماعه في الكومنتات عشان تاخدوا اجر. كل من اللي يقرا تعليقكم ياخد ايه؟ اجر الصلاه على النبي، انتوا تاخدوا وهو ياخد. واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. بس وهتبل بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص تبلتها، اركن بقى على جنب، اتركن على جنب. هصفي بقى التتبيله واخلي شويه تتبيله عشان نحط عليهم البطاطس زي ما انتوا شايفينها كده اهو، عشان برضو البطاطس بتاعتي تتطعم. وهقلب بقى البطاطس مع التتبيله اللي انا عملتها. تاني التتبيله بصل متقطع مكعبات وكزبره خضراء وقرنين فلفل اخضر، عايزه تحط سبايس حطي، ملح وفلفل وسبع بهارات بس. جبت الصينيه بقى اللي هسوي فيها، هحط الفراخ تحت والبطاطس فوق. الله، انت هتعملي غير العاده ولا انا هبصوا هبهركم. لو حطيت البطاطس تحت والفراخ فوق، الفراخ هتنشف منك، ما هو مفيش سوائل بتعمل عليها فهتنشف منك. انما لما تحط الفراخ تحت والخضار اللي هتحطيه ايا كان هو ايه فوق فوق الفراخ بتاعتك، الفراخ بتاعتك هتستوي وهي طريه. بص، طريه طريه، بتاكلوا حاجه دايبه في البق كده، بجد طعمها لذيذ لذاذه بشكل، وبتبقى طريه قوي زي ما قلت لكم. هسويها على البوتاجاز، تقدري تسويها في الفرن من الاول للاخر، كلمتي في كل مره، بس انا بسوي على البوتاجاز. لما بعد ما بتستوي بدخلها فرن حامي سابقا، الداير والفرن حامي خالص سخن قوي وهدخلها تاخد وش تحت الشوايه بس فقط لا غير. انما انا هسوي على البوتاجاز من غير ولا نقطه ميه. البطاطس والبصل وكل دول هينزل ميتهم
وتعالوا بقى وغطيها قبل ما تسويها يعني. تعالوا شوف النتيجة بقى. شايفين اللون، شايفين الصوص، شايفين اللذاذة. خطيرة 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 خطيرة. طعمها انا بعمل لكم الفيديو وطعمها لسه بقى رهيبة يا جماعة، رهيبة. لو جربتوها هتعشقوها زي ما انا. هتقولوا البنت دي مش عبيطة، لا هي عندها حق، رهيبة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا بس كنت بصور بالموبايل يعني، ما كنتش عارفه يعني، ماسكه الموبايل في ايدي مش في الستاند، فمش عارفه اقطع منها واوريكم قد هي دايبه ولحمها ابيض من جوه ولذيذه بطريقه مش طبيعيه. فجربي الوصفه وان شاء الله هتعجبك، ولو عجبتك اعملي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه زي ما قلت لك عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. واشوفكم في وصفات تانية كتير اكتر واكتر واحلى واحلى واسهل، لان أنا ما بعملش غير الوصفات السهله واللذيذه. اترككم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.